السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشين يا طيبين. النهاردة بقى انا هتكلم على فيديو لكن مش انا اللي عاملاه ولا حتى حطيت ايدي فيه. الفيديو ده البنوتات الحلوين هم اللي عملوا الكيكة ديت، وزي ما انتوا شايفين كده القمر والحلاوة حاجة كده ما تتوصفش. طعم وخفة وطراوة فوق الوصف. فهشوفكم هسيبكم تشوفوا الفيديو وتقولوا ايه رأيكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشجعوا سلمى وضحى، عشان هم كانوا السبب الأساسي في موضوع التصوير وأنا تعبانة، فهم ليهم كل الشكر والاحترام. والله مش عارفة أقول لهم إيه. ماشي، يلا نبدأ بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا يا أنسة سلمى قولي لنا جناب. طبعا الإيد المجعلصة دي بتاعت سلمى، أما إيد المز الرقيق الأمور ضحى الإيد كانت باينة في شوربة الخضار. يلا يا ست سلمى قولي لنا أنت هتعملي إيه بالظبط. هنحط الزيت. عندنا إيه الأول؟ هتعملي الكيكة بتاعت الإيه؟ الكيكة الشوكولاتة. الشوكولاتة، اه. هنعمل إيه الأول؟ الزيت عندنا واللبن. قد ايه؟ عندنا كوباية زيت، عندنا كوباية لبن، عندنا كوباية سكر. تمام. 3 بيضات. لا، احنا مش هنحط البيض دلوقتي. ما انا بقولك. اه، احنا دلوقتي بنعمل الصوص بتاع الشوكولاتة اللي احنا هنحطه على كيكاية. مم. تمام. حطينا ايه؟ كانوا كوبايتين لبن، كوبايتين كوبايتين زيت. سكر، كوبايتين لبن، كوبايتين سكر، كوباية زيت. وهنا الكيس كاكاو. بتاع الكاكاو ده كان فيه معلقتين بس، هي هتزود عليهم كمان معلقة تاني عشان كان الخليط كان خفيف. هتشوفوه دلوقتي وهي بتضربه، وبعد كده هتزود عليه معلقتين الكاكاو التانيين. هو هنا كده بالنسبة لنا خفيف. هقول لكم كمان الكريم او الصوص اللي احنا بنحطه على الكيكة اللي هي بتاعت الفج. ليه مش بيبقى تقيل؟ هقول لكم مش بيبقى تقيل ليه. لان المفروض ان انت بتستعملي كاكاو خام. هما لما حطوا الكاكاو اللي هو المحلى اللي احنا بنعمله على اللبن اللي بنشربه. كاكاو بتاع المشروبات ما بيربطش خالص ويديكي سمك تخين للصوص اللي انت هتعمليه. فلما تحبي تعملي صوص زي ده بتجيبي الكاكاو اللي احنا بنحطه للتورت واللي بنعمل بيه الكيكات والتورتات، وبنعمل بيه البيتفور والحاجات اللي زي دي. اما الكاكاو اللي هو بتاع دريمي اللي احنا بنشربه على اللبن ده مش بيتعمل في الحلويات. تمام. هنا بقى بعد ما احنا خدنا عدت مننا النقطة اللي انت شفتوها، اللي هي خلصت الخليط وضربته. خدت نص الخليط حطيته في مج او حطيته في بول او اي حاجة عشان هتحطه في التلاجة. وهنا بقى بقية الخليط عندنا اهو في الخلاط. هتحط عليه 3 بيضات بيضات. وايه؟ وايه يا نسا ضحى؟ بس وهنضربهم. وفانيليا. انا حاطين الفانيليا. لا، احنا حطينا 2 في الصوص وبنحط 2 كمان مع البيض. تمام. البيض ما ينفعش من غير فانيليا خالص، عشان يشيل ريحة الزفارة بتاعته، وكمان يدي ريحة وطعم حلو للكيكة. هنا احنا بقى كنت عملتي ايه؟ خلصت الخليط بتاعك. دخلت الدقيق وحطيت كيس بيكنج باودر. ونحط كيس بيكنج باودر وايه تاني؟ وايه؟ ذرة ملح. ذرة ملح. شاطرة، برافو عليك كده، انت فاهمة المقادير. افتكرت في الاخر. افتكرت في الاخر. ما انت كنت اهي بصي اهي. حطيتيها، بس دي مش ذرة. ده انت ايدك بسم الله ما شاء الله عامله زي هي ايه. حطت كتير شوية. بس ما كانتش باينه، يعني هي كتير ما كانتش باينه. هنا بقى بتقول لكم ان انا حطيت 3 كوبايات دقيق، صح؟ بالكوبايه دي. تمام. شايفة اني هنا بقى فاهمة، ايه؟ كنتي هنا معانا في الفيديو فاهمة. بتحط الخليط مع وبقلب. التقليب المستمر كده على اتجاه واحد لحد ما تشوف الخليط بتاعك هيعمل ايه. لو احنا لقينا عشان هي حفت شوية وخدت حبة كتار قوي في الصوص، فخلت العجينة هتبقى تخينة شوية. هتحط لها ايه يا نسا؟ يا لبن يا مية على حسب الموجود. على حسب اللي موجود. انا حطيت لبن. الأنسة حطت لبن، يعني هي كتر خيرها كان عندنا لبن فهي قامت بالواجب. وانا تعبت برضه كنت بصور. ايوه كنت بتصوري وحطيتي وقطعتي امم. وصورتي بعد التقطيع. لا، انت عملتي شغل جامد يعني، شغل فاخر من الاخر. شكرا على الفيديو بتاع الاكل. وشكرا على الكلام الحلو اللي اتقال، متشكرة جدا جدا، جزاك الله كل خير.
فتحتوا نفسي، وكمان فتحتوا نفسي البنات. وان شاء الله ربنا يكرمنا كده مع بعضينا ونقدر نصور فيديوهات كتير، بس ما كنش تعبانه. يعني هصور انا وهما، بس ما كنش تعبانه. بس هم والله يعني بقى لهم 4 ايام بامانه، يعني شايلين وعاملين الواجب وزياده. الرجاله دي تعبت معايا قوي. هي هنا سميكه شويه او تقيله، هنخففها شويه صغيرين علشان خاطر ايه، تطلع هشه وطريه. كل ما تكون الكيكه الخليط بتاعها مظبوط، كل ما تطلع معاكي طريه وهشه. هنا بقى كانوا هم مبدرين الصاج بتاعهم بمسحه زيت، بحته زبده، بشويه سمنه، باي حاجه، وبنبدره بالدقيق، وبننزل الخليط بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. انتي رحتي فين؟ كنت بتجيبي ايه؟ كنت بتنزلي ايه من البوله؟ الباقي. ايوه لازم تجيبي الاخر كده، عشان حرام، دي نعمه ربنا. اي حاجه تتبقى كده في البوله لازم ننزلها. بس ولي وشها الناحيه دي، يعني مش لازم. اهو ايوه اهي. ايوه ايوه كده، انت جبتي الخلاصه. طلعي، لازم تمسحيها، تجيبي كل اللي فيها ماشي. كله، متخليش فيها اي حاجه مسحتها. خالص. هنا بقى حضرتك هتعملي ايه؟ الكيكة بالبرتقال. كيكه الفانيليا انا احط لها برتقال. يلا قولي بقى، ما انت المقادير، ما انت اللي كنت عاملاها. 3 بيضات اهم ايوه، حطيتهم. بعد وحطينا كده احط ال اسمه ايه ده، السمنة. حطينا نص كوباية سمنة عليها نص كوباية زيت، وممكن تستعملي زيت بس، وممكن تستعملي سمنة بس على حسب المتوفر عندك. بتطلع طرية وهشة وجميلة. السكر. وهنحط باينة كوبايتين اهي. سكر. واتبقى حبة في الكيس كده، راحت حطاهم قالت والله اللي انا حطاهم ايه، مش مشكلة يعني. هنا هنحط السكر اهو. هنا كان القمر بيصور لوحده، يعني مكانش حد بيصور معي. انت كنت فين يا دودو؟ كنت بجيب حاجة وبيت على طول. هنا بقى خدتي انت بقية اللبن. انت قلتي بقى ايه، كوباية ونص لبن. امم قلت لك كمليهم ايه. لو مية. لقيتيها تقيلة شوية ممكن تحطي شوية مية صغيرين. حطيت الفانيليا. هنا بقى الفانيليا دي فانيليا برتقال، كانت مدية ريحة وطعم حلو قوي. ولو عندك شوية بشر برتقال برضو حطيهم، بيدوا احنا نكهة حطينا جميلة. ده وده. اه حطينا، انتوا كنت لاقية فيها قطع برتقال صغيرة. ما انت اللي كنت عاملاه. احنا على طول بنعمل قشر البرتقال وبنحطه في الفريزر، عشان احنا بنحب الكيكة بالبرتقال. اهو. اهو شفتوا بقى. امم ايه رأيكم؟ فجأة ايه. لا والله بينفع. حرام لما انت ترمي قشر البرتقال، انت بتاكليه، طب بترميه ليه؟ طب ما بينفعك. اهم حاجه ان انت ما تجيبيش الابيض اللي بيبقى من جوه ده، تاخدي القشره البرتقاني الخفيفه. بتبقى حلوه. وكمان انت ممكن تعملي بيه صوص تحطيه على الكيكه. انت لو جبتي معلقتين من البشر البرتقال ده، وحطيتي عليهم معلقتين سكر وسبتيهم على النار، وجيتي حطيتي عليهم معلقه زبده ورحتي ساقيه بيهم الكيكه، يا خراش على الجمال، تحفه. عملتي هنا بقى يا نسا سلمى، ما تقولي انا بتكلم انت كملي. حطيت برضو نفس النظام بتاع الكيكة الشوكولاتة. حطيت كم كوباية برضو دي؟ 3. 3. 3. ونخلتهم وحطيت كيس البيكنج باودر هنا وحطيت ذرة ملح. ايوه. بعد كده عملت بقى اللي حطيت الخليط اللي هو البيض والزيت والسكر والسمنة واللبن. واللبن والبيكنج باودر. لا البيكنج باودر احنا في الفانيليا قصدي. الفانيليا، البيكنج باودر احنا بنحطه على الدقيق. بس هنا لا بقى. هنا بقى قلبي على اتجاه واحد، انت رايحه تلفي ليه تاني؟ هو كله على اتجاه واحد، ايوه كده. تجيبي من ورا على قدام، علشان خاطر ايه، حبه الهواء اللي انت ضربتيهم في الخلاط مع البيض ما يطيروش وينفخولك بقى ايه، الكيكه. هتعرفي نتيجتها دلوقتي، يعني القلبه اللي انت بتتكلمي عليها دي هتعرفي نتيجتها دلوقتي. ما تنسوش بقى اللي يتفرج على الفيديو يشجع سلمى وضحى ويعمل لها لايكات حلوة كتير. مش لايكات لسلمى بس، وكمان لضحى. واللي ما اشتركش عندنا في القناة يشترك، عشان هيلاقي عندنا حاجات حلوة كتير. وكمان هيشوف فيديوهات جميلة قوي في الفترة اللي جاية يعني ان شاء الله. وما تنسيش تدوسي على زر الجرس، عشان هيوصلك مننا حاجات كتيرة جديدة وجميلة. زي ما انتم شايفين كده، يعني هي كانت الصينية ديت مقاسها تقريبا كان 25 في 30 تقريبا. بس هي كانت محتاجة يعني صينية أوسع سنة بسيطة. هي طلعت عالية قوي، بس مش مشكلة، احنا لما جينا قطعناها، يعني قطعناها تقطيع كان مناسب ليها. لكن هي ارتفاعها يعني اكبر من البق كده، يعني لما تيجي تمسكيها تحس ان ايه. هنا بقى حضرتك بتعملي ايه؟ بلم بتاع
اسمه ايه ده؟ الورقة دي اسمها ايه؟ الورق ده احنا بنجيبه، انا بعمل عليه التورت والكيكات. انا خدت واحدة عشان فهي خدت المفرش. واحدة عشان المفرش ما يتبهدلش، فبتحط عليه كل الادوات بتاعها بس والحاجة كنت بقطع بتاعتها كيكة ازاي؟ علشان خاطر ايه ما نبهدلش الدنيا. عشان هي تمام. عارفة لو بهدلت الدنيا إيه اللي إيه اللي هيحصل هيجرى؟ مني. ايوه صح. عشان دودو هي اللي مسؤولة عن المطبخ يا جماعة. دودو هي اللي مسؤولة عن المطبخ ونظافة المطبخ. شايفين الكيكة عاملة ازاي؟ يا حلاوة، اللهم صل على سيدنا محمد. زي الفل والله لا العظيم. طلعت حلوة. والله تشرفوا تشرفوا تشرفوا. اوعى يا جماعة ما تنسوش اللايك لسلمى والضحى، وتكتبوا لهم كومنت حلو اللي هو ايه؟ علشان تشجعوهم يقدروا يكملوا معايا تاني. لو ما لقوش منكم كلام كويس مش هيرضوا يصوروا معايا تاني. ادي الكيكة ام شوكولاتة، واديكوا شفتوا الكيكة كمان اللي بالفانيليا والبرتقال. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش بقى زي ما قلنا لكم بدعوة حلوة وكومنت جميل كده زيكم علشان البنات دي تتشجع. لو ما شجعتوهاش مش هيرضوا يعملوا معايا حاجة تاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونكون قدرنا نوصل لكم فكرة ومعلومة حلوة. انتوا عارفين احنا مش بنصور، كلكم احسن مني في العمايل وكلكم اشطر مني، بس انا بوري البنوتات الحلوة الامورة علشان تخش مع ماما المطبخ وتتشجع، وتعرفوا ان ماما لما تعلمنا حاجة بنطبقها في حذافيرها. شايفين الكيكة؟ ايه رأيكم؟ بألف هنا وشفا لينا وعليكم انتوا كمان. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام جاي. عليكم.